السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير. جايبه لكم النهارده طريقه السنابون زي ما انتم شايفين كده، هش وطري وجميل جدا، بدل ما نشتريه من بره قطعه تقريبا وصل حوالي 60 جنيه. شايفين شكله عامل ازاي وطعمه تحفه جدا. مقاديرنا بسيطه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا 125 جرام من الزبده وبيضتين ومعلقتين بودر، وكمان معايا معلقه خميره ومعلقتين سكر ومعلقه بيكنج باودر، ومعايا كيلو الا ربع دقيق منخول وذرة ملح. انا هنا هحط مكونات الجافة مع بعض. حطيت معلقتين نبات البودرة، وكمان معلقة الخميرة ومعلقة البيكنج باودر ومعلقتين سكر. كل المكونات الجافة مع بعضها. لو انتي مش عايزة تزودي لبن بودرة اللي كان خالص عندي، ممكن تحطي كوباية لبن بودر هتعززي الطعم برضو. بس انا هنا هعجن بلبن وميه. هنا حطيت البيضتين على بعد ما قلبت المكونات الجافة، ومعايا 200 جرام من المية على اللبن، يعني 100 جرام مية و100 جرام لبن. لقيت العجينة كانت محتاجة تاني، حطيت لها كمان 100 جرام من اللبن حليب السائل يعني، واتخلطت كويس جدا، يعني اتعجنت كويس. وبعد كده بضيف الزبدة، 125 جرام زبدة زي ما انتم شايفين، كانت لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ، تكون لينة جدا واتعجنت كويس جدا. ودهنت البولة بتاعتي بمادة دهنية، زبدة أو زيت زي ما تحبي، وهغطيها دلوقتي بالاسترتش راب أو بفوطة، ونسيبها لغاية ما تختمر. بوريكم كده مرحلة الاختمار، تكون توصل لدرجة ازاي. الناس اللي مش عارفة ازاي هسيبها تختمر لغاية فين، في ناس متبقاش عارفة خالص، فأنا ما حبيت أجريلكم الكاميرا كده وتشوفوا معايا لغاية ما العجينة توصل لمرحلة خلاص ان هي اختمرت على الاخر يعني. دي للناس اللي لسه ما تعرفش. في ناس تقول لي طب انا اعرف ازاي ان هي اختمرت؟ بصوا شايفين العجينة بدأت تعلى تعلى تعلى. طبعا انا سبت الكاميرا مفتوحة وجريت لكم الكاميرا علشان تشوفوا الاختمار وصل لغاية فين. شايفين الاسترتش راب هيتفرتك من البولة لغاية، لان خلاص اختمرت خالص. والمفروض ان احنا خلاص ناخدها كده نشتغل فيها لغايه ما الاسترتش رابس زي ما انتم شايفين كده اتقطع، لان خلاص هي كده وصلت لمرحله الاختمار، الاختمار النهائي. بديها كده بوكس المتين كده وافضيها من الهواء، واعمل بقى الخلطه دي معلقتين من الكاكاو الخام ومع معلقه قرفه، وكمان هنخلهم كويس جدا عشان بيبقى القرفه فيها اعواد خشب كده مطرح ما هي مطحونه، والكاكاو بيبقى فيه تكتلات لازم انقلها كويس. وبعد كده بجيب 4 معالق من السكر البودر. عندك سكر عادي حطي، سكر بودر بيبقى تقريبا احسن يعني. لو ما عندكيش حطي سكر عادي، مفيش اي مشكله خالص. لو مش بتحبي القرفه ما تحطيش القرفه، حطي كاكاو على السكر. طبعا هاخد بقى هنا على المفرش بتاعي كده، او اللي انا هشتغل عليه، سطح العمل اللي هشتغل عليه، وهرش رشه من الدقيق، وقطعت العجينه بتاعتي نصين، وابتدي بالمردنه او بالنشابه زي ما بتسموها افرد العجينه بتاعتي مستطيل على قد ايه المفرش اللي انا بشتغل عليه. وبعد كده هدهنها بالزبدة، تكون زبدة لينة زي ما انتوا شايفين كده، علشان اقدر افردها على العجينة. وهاخد بقى الخلطة اللي انا عملتها، اللي هي من الكاكاو مع السكر مع القرفة، وابتدي ارشها على العجينة بتاعتي في كل مكان من العجينة، ما سيبش ولا مكان يعني ما فيهوش السكر والكاكاو والقرفة دي. ادهنها كويس جدا، وبالمعلقة بعد كده احاول ان انا اخلطها كلها عشان تبقى ثابتة في العجينة. كده انا خلصت. ابتدي بقى الف رول كده بالراحه كده، واقفل كويس جدا لغايه ما اخلص العجينه بتاعتي. واقفل بقى العجينه في اخر الرول كده، يا اما اقفلها بايدي او اجيب قبل ايديا ميه او فرشه واقفل الحرف بتاع عشان ما تفكش لما تختمر. بس كده. هجيب بقى فتله، الخيط اللي هو بتاع التنجيد او الخيط المخصص للطعام، واجيب حته كده صغيره واحطها من تحت، ارفع العجينه واحط الخيط علشان اقطع بالخيط. ما تجريش، ما تحطيش الخيط وتسحبيه، اني لو سحبتيه تحت العجينه، العجينه هتلاقيها خدت الخيط وقطعت العجينه.
فلازم كل ما احب ان انا اقطع قطعه امشي ارفع العجينه بايديا واحط الخيط واقطع بالخيط، وزي ما انتم شايفين بالشكل اللي انتم شايفينه، على حسب بقى الحجم اللي انتم عايزينه. هجيب بقى الصواني اللي انا هحط فيها، وبعد ما احطها اسيب طبعا مسافه بين كل واحده والتانيه، وانزل عليهم بايديا كده شويه، وبعد كده اسيبهم طبعا اغطيهم بفوط او بالاسترتش راب، واسيبهم لغايه ما طبعا حجمهم بيزيد. واكون طبعا مشغله الفرن درجه حراره 200. احطها على الرف اللي في الوسط على الشبكه. انا هنا كده بوريكم لما اختمرت طبعا حجمها الضعاف زي ما انتم شايفين، غير الاول خالص. هحطها بقى في الفرن ونروح نعمل الصوص بتاعنا بتاع السينابون. انا هنا معايا كوبايتين من الحليب البودر ومعايا كوبايتين من السكر البودر. لو مش بتحبي الحاجه مسكره قوي، لان انا طبعا بعد ما عملت ده لقيت عندي الصوص كان مسكر، انا مش بحب الحاجه تكون مسكره. فاخدت انا هنا جايبه ربع كيلو من الجبنه الكريمي الدومتي، وحطيت هنا الاول احط لكم على المقادير وبعد كده اقول لكم ايه اللي حصل. حطيت معلقه من الزبده و30 جرام، يعني لو مش عايزة بالمعلقة، معلقة كبيرة غرامية أو بالجرام 30 جرام. حاولت ان انا اخلط بقى كوباية مية سخنة من الكتل، وبدأت اخلط بالهاند بلندر. لقيت طبعا الكمية كتيرة على الشفشق بتاع الهاند بلندر. هجيب كده بولة اكبر علشان اضرب براحتي. انا هنا بقى الجبنة الكريمي هنا حوالي 240 جرام من الجبنة الكريمي أو 250. أي جبنة كريمي هاتيها تحطيها على القناة اللي احنا حطيناها على المقادير دي. لو انت هتحطي كوبايتين السكر وكوبايتين حليب بودر وكوباية مية مغلية، زودي الجبنة الكريمي هتظبط معاكي يعني السكر ما تبقاش مسكرة قوي. طبعا هتبقى خفيفة كده، بتتقل بعد لما تتحط في التلاجة. انا هنا بقى السينابون خرج زي ما انتم شايفين، طري جدا وهش وقطني خالص، بجد تحفة. طبعا احسن عملنا كمية كبيرة، كذا واحدة اهوت، كل صينية فيها 6، يعني عمل معايا 18 من قطعة السينابون. وجبت بقى الصوص حطيته كده في كيس، وبدأت ان انا احط على السينابون. ما عملتش اي، كان عندي صوص كراميل، احط عندي بس الشوكولاته او اعملي صوص شوكولاته على الصوص بتاع الجبنه. عايزه بقى تبقى اتقل من كده، هاتي جبنه تانية زودي، يعني حوالي ممكن كده ما يجيش ربع كيلو من اقل من نص كيلو شويه، يعني ربع وثمن جرام من الجبنه الكريمي. انا بعد ما عملتها الصوص لقيته مسكر شويه، جبت تمن من الجبنه الكريمي وزودت الصوص بتاع السينابون، بقى حلو جدا ومظبوط. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم كنت معاكم سولا من قناه سولا صلاحي. اتمنى يعجبكم الفيديو، لو عجبكم ما تنسونيش بدعوه حلوه منكم وكومنت جميل عشان يشجعني، وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامه.